السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده هنعمل نوع من انواع الحلويات الشرقيه، نوع حلو جدا وسهل وبسيط. صوابع زينب. صوابع زينب نوع من انواع الحلويات المحبوبه جدا والاقرب لقلبي. سهله وبسيطه خالص. هقولك ازاي تعمليها وتطلع معاكي مظبوطه كده. ولو اول مره تعملي صوابع زينب او لو بتعمليها وما بتطلعش مظبوطه معاكي، انا هقولك على الطريقة المظبوطة اللي تعملي بيها صوابع زينب. اكتر الوصفات بيعملوها بطريقتين اتنين. اول طريقة بيعملوا الدقيق العادي اكتر من دقيق السميد، والطريقة التانية بيعملوا دقيق السميد اكتر من الدقيق العادي. انا النهاردة هشتغل معاكي بطريقة اقتصادية شوية، اللي هي هنعمل الدقيق العادي بتاعنا اكتر من دقيق السميد. هنعملها هتطلع معانا الرسمة مظبوطة زي ما انت شايفة كده، مش تايهة مني في الزيت او في القلي. هتطلع معاكي مقرمشة قوي من بره وهشة وخفيفة جدا من جوه. هقولك على كل اسرار صوابع الزينب عشان تطلع معاكي مظبوطة جدا من اول مرة. لو بتعمليها وبتبوظ منك، انا هقولك على اسرارها اللي اول مرة هتعرفيها وفي الفيديو ده. بس اهم حاجة تسمعي معايا الفيديو للاخر، عشان في اسرار كتير هقولها لك عشان صوابع زينب تطلع معاكي ناجحة ومظبوطة زي ما انت شايفة كده بالظبط. لو اول مره تتفرجي عليا، انا بسمة وليد. اتمنى ان انت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي السهله والبسيطه. وهنا في القناه بنعمل وصفات كتير من انواع الحلويات، وسهله وبسيطه جدا وما بتكلفش اي حاجه خالص. وصفاتنا كلها في منتهى السهوله. انا عايزه اقولك ان وصفتنا النهارده وصفه حلوه قوي وسهله وبسيطه معاكي جدا. وعايزه اقولك ان مكوناتها كمان سهله وبسيطه، ومن اول مره هتطلع معاكي مظبوطه زي ما انت شايفه كده بالظبط. لو بتستصعبي تعملي صوابع الزينب وبتشتريها من بره، انا النهارده هخليكي تعمليها في البيت وهتبطلي تشتريها من بره. معانا مواصفاتنا ايه؟ تعالوا نشوف معانا ايه مكوناتنا ومعانا ايه المقادير المظبوطه بتاعتنا عشان صوابع زينب تطلع معانا سهله وبسيطه كده. اول حاجه هنبدا نعملها مع بعض الشربات. انا هنا عامله شربات. عملت كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه وعصرة ليمونة. انا جهزت الشربات هنا في الاول عشان انا محتاجه الشربات يكون بارد، عشان لما يطلع معايا صوابع زينب احطها في الشربات البارد على طول. انا عايزه الشربات بارد، عشان كده انا بدأت الاول بالشربات. تعالي بقى نشوف مكونات العجينه معايا ايه. معايا كوبايتين ونص من الدقيق العادي، ربع معلقه من الخميره، وما تكتريش خميره عن كده عشان ما تفكش منك في الزيت. معايا معلقه كبيره من السكر، معايا ذره من الملح، معايا كوب الا ربع من دقيق السميد، كوبايه الا ربع بالظبط من الدقيق بتاع السميد، ومعايا نص كوبايه من الزيت على سمنه. متوفر زيت بس ماشي، متوفر سمنه بس ماشي، مفيش مشكله. زيت على سمنه مفيش مشكله. المهم ان انا معايا نص كوبايه من السوائل. هحط كل المقادير بتاعتي على الدقيق، دقيق السميد والسكر والخميره وذره الملح، وبعدين هنزل بالسمنه اللي معايا. هبدأ اغلف الدقيق بالسمنة اللي معايا. هنبسها او هنغلف الدقيق كله على ايدينا كده زي ما انت شايفة بالظبط. الخطوة دي مهمة جدا عشان خاطر العجينة بتاعتك تطلع مظبوطة. وبعد كده هبدأ ألم العجينة بتاعتي بكوباية من المية. هنا طبعا المقدار المية مش هقدر احددهولك، عشان طبعا تبع نوع الدقيق اللي معاكي. انت عارفة ان في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق ما بيقبلش سوائل كتير. فانا الدقيق اللي معايا هياخد كوباية بالظبط من المية. ممكن تزيد معاكي او تقل على حسب نوع الدقيق اللي متوفر عندك. انا هنا كنت غلفت الدقيق كويس بالسمنة اللي عندي. هبدأ انزل تدريجي بالمية. انا هنا مش بعجن، انا هنا بلم العجينة بس. ما تعجنيش كتير فيها عشان خاطر السميد ما ينشفش العجينة معاكي وما تطلعش ناشفة معاكي. خدي بالك من الخطوة دي. انا مش عايزاكي تعجني، انا عايزاكي تلمي العجينة بس زي ما انت شايفة معايا كده. انا عايزة عجينة لينة ما بتلزقش. هنلم العجينة مش هنعجن كتير زي ما انت شايفة كده بالظبط. انا بلم بس في العجينة. هنا خدت معايا كوباية من المية. طبعا انا قلتلك المية على حسب نوع الدقيق اللي عندك، مش هقدر احددلك كمية معينة من المية لحد ما هوصل
للقوام اللي انا محتاجاه. زي ما انت شايفة كده بالظبط، عجينة لينة ما بتلزقش. تمام كده. انا هنا مش هريح العجينة ولا هسيبها تختمر، انا هشتغل فيها على طول. هبدأ اكورها كور صغيرة، او هكورها او هعملها صوابع صغيرة على حسب حجم صوبع الصوابع اللي انت محتاجاها. انا هعملها صوابع صغيرة، عايزة تكبري الصوبع براحتك، عايزة تصغريه براحتك. انا هعملها على قد البصمة اللي انا هشتغل عليها، او على قد الحاجة اللي انا هشتغل عليها. طبعا انت هنا عشان تشكلي صوابع زينب اللي متوفر عندك، انا عندك بصمة الكحك شكلي عليها، عندك المبشرة بتاعتك شكلي عليها، عندك مبشرة التوم مفيش مشكلة، مفيش خالص مش تنظيف، مش نضيف من المشاط العادية بتاعتنا بتاعت الشعر، بس يكون نضيف طبعا، ما يكونش مستخدم قبل كده. وابدأي شكلي عليه صوابع زينب. انا هنا قطعت كل الكمية اللي معايا. هبدأ اشتغل في اول طاسة. انت طبعا مش هتبصمي مش هتشكلي كل الصوابع مرة واحدة عشان ما تخمرش معاكي. انت هتشكلي اول باول. الطاسة اللي هتحمريها هتشتغلي بيها، تابعي الخطوات اللي بقولك عليها عشان ما تفكش منك في الزيت وتطلع معاكي مظبوطة. زي ما انت شايفة كده، انا عملت واحد بالبصمه، وجربت لك المبشره بتاعت التومه اهيت. بصي، اول خطوه معاكي انت هتتكي عليها وهتبرم وراكي، انت هتلاقي العجينه بتبرم معاكي. ده اول خطوه من نجاح العجينه معاكي، ان انت تلاقيها بتبرم معاكي مظبوط. الخطوه دي للجماعه اللي هم متعودين طبعا يشكلوا صوابع زينب. لو انت اول مره تشكلي صوابع زينب، انا هقولك ازاي تفرديها كويس وتطلع معاكي مظبوط. هتفرديها خالص على البصمه اللي عندك، تفرديها خالص زي ما انت شايفه هنا. تابعي الخطوه دي للي اول مره يعمل صوابع زينب. هتفرديها خالص خالص على قد البصمه اللي معاكي كده، وابدأي برومي طبقات. هنا الخطوه دي هتطلع معاكي واخده لون حلو من بره، وهتطلع معاكي مقرمشه من بره ومش معجنه جدا من جوه، ما فيهاش اي عجينه نهائي. الخطوه دي للي اول مره تشكل صوابع زينب. لو انت متعوده اعملي الخطوه اللي انا عملتها اول مره، اللي هي بتبرم معاكي مره واحده، هتطلع معاكي حلوه جدا. زي ما انت شايفه كده، بتفرديها خالص وبعدين بتعمليها طبقات، بتبرميها على بعضها كده. هتلاقي الصبع متشكل معاكي حلو، والرسمه مظبوطه معاكي ومظبوطه جدا. انا كده عرفتك ازاي تعمليها مظبوط. اهم حاجه تفرديها كويس وتبرميها، وتاخدي بالك تبرمي بالراحه عشان الرسمه ما تبص منك. تمام لحد هنا. تعالوا بقى للخطوة المهمة بتاعة التسوية. انا هنا الزيت عندي سخن، مش بيغلي قوي، يعني يا دوبك سخن، يعني سخونية كويسة. هنزل باول طاسة، مش هاملة الطاسة قوي لان انا معايا الصوابع زينب بتنفش سيكة معاكي كده في الزيت. اول حاجة هتهدي النار، اول ما تحس ان هي رفعت فوق على وش الزيت، عامت كده على الوش، هتهدي النار وتسيبيها تاخد لون براحتها، بحيث انها تبقى مقرمشة معاكي من بره وهشة وخفيفة جدا من جوه. الخطوات دي خطوات اساسية معاكي، ما تستغنيش عن اي خطوة منها عشان تطلع معاكي مظبوطة وتطلع معاكي هشة من جوه وبتقرمش جدا من بره. ما تستعجليش على انها تاخد لون، وما تستعجليش على انك تطلعيها من الزيت بسرعة. هدي النار وسوي براحتك عشان تطلع معاكي مظبوطة. زي ما انت شايفة هنا الرسمة واضحة معاكي، وما اول ما حطيتيها في الزيت نفشت وطلعت لفوق، ده عامل من عوامل ان العجينة بتاعتك مظبوطة وناجحة. اهم حاجة ان الرسمة بتطلع معاكي مظبوطة، ده عامل اساسي من نجاحها. اهم حاجة ان الرسمة ما بتتهش منك في الزيت اول ما بتحطيها في الزيت. لو العجينة مش مظبوطة معاكي هتلاقي الرسمة تاهت منك خالص في الزيت، يبقى انت كده في حاجة مش مظبوطة في العجينة بتاعتك. لكن لو الرسمة مظبوطة زي ما انت شايفاها كده وما تاهتش منك في الزيت، يبقى انت كده عجينتك مظبوطة 100%. هتبدأي تخليها تاخد لون ذهبي حلو زي ما انت عايزة، وتطلعيها على مصفى، تصفي خالص من الزيت بعد ما تاخد اللون الذهبي الحلو وتبقى مرمشه معاكي. انا كان نفسي اسمعك صوت القرمشه هنا، بس انا كان الولاد عاملين دوشه حواليا، فطبعا ما عرفتش اسمعكم صوت القرمشه. خطيره، خدت لون ذهبي حلو قوي هنا. انا طلعتها واخده لون ذهبي تحفه بصراحه. هطلعها على مصفى تهدى لمده دقيقتين 3، وبعد كده انزل في الشربات. ما تنزليش في الشربات وهي سخنه جامد علشان خاطر الشربات بتاعك ما يسكرش منك.
هتسيبيها تهدى 5 دقايق، وبعد كده هتنزليها في الشربات على طول، تخليها دقيقتين في الشربات، وبعد كده تطلعيها على مصفى تانية بحيث تصفي الشربات الزايد اللي فيها. الخطوات دي بتخليها حلوة جدا، بتخليها مقرمشة معاكي من بره وهشة وخفيفة جدا من جوه. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، تحفة بجد. كانت مقرمشة جدا وكانت جميلة، وعايزة اقولك لو عملتيها بالطريقة دي هتبطلي تشتريها من بره. ما شاء الله اللهم بارك. هتعملي كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه، وزي ما قلتلك ما تشكليهاش كلها مره واحده، شكلي كل طاسه اول باول عشان ما تفكش منك في الزيت، وده عامل من عوامل نجاح صوابع زينب معاكي. ما تستعجليش عليها، وواحده واحده في الزيت هتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. شايفه الرسمه مظبوطه قدامك ازاي؟ ما تهتش منك خالص في الزيت. شايفه ما نفشتش معاكي، نفس الحجم اللي انتي شكلتيها بيه، نفس ما طلعت معاكي في الزيت، ولا فكت مننا ولا نفشت منك جدا في الزيت. وما شاء الله زي ما انت شايفه كده خفيفه جدا وهشه وطريه جدا من جوه، ومقرمشه وخفيفه جدا من بره. بجد خطيره، تحفه. شايفين؟ لو وصلت لحد هنا اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهلة والبسيطة واللي على قد الايد. ويا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني ولو بحاجة بسيطة. اشوفكم فيديو جديد على خير.